رجعنا لكم حبايبي. الصينيه خرجناها من الفرن اهي، وحطينا القطع البانيه ده احمرت على الصينيه كده. يعني بنتخيل انها وراك فراخ او اي او لحمه. إيه حبايبي، ممكن تاكلوها من غير البانيه ده تمشي والله، تحفه، طعمها تحفه، مليانه خضروات اهي. وعملنا جنبها رز، حبه رز بشعريه. الله اعلى واعظم. ويا حبايبي يعني احنا بقالنا مدة ما بنجيبش فراخ ولا لحمة ولا بيض. يعني احنا عاملين اضراب، واحنا لازم كلنا نبقى زي بعض. لازم نعمل اضراب عن اللحوم وعن الفراخ وعن البيض، علشان الاسعار تنزل. عفوا. لان بجد الواحد اتخنق والله. انا يعني لما كانت العيشه مرتاحه كنا بنعمل صينيه البطاطس دي معاها فراخ ومعاها لحمه. يا حبايبي الحتتين البانيه دول كانوا عندي في الفريزر، قلت ما احطهم يعني بدل ما هما مركونين كده. واحنا داخلين على رمضان اهو، الحكومه مش سائله في الشعب. الحكومة مش سائلة فينا خالص. يعني ما فيش أي معاناة للشعب اللي بيموت من الجوع ده، والله ما فيش أي معاناة. يعني ما بتحصل كوارث برا، زلزالات أو أي زلزال، مصر أول بلد تجري بالمعاناة بتاعتها والعربيات بتاعتها والطيارات بتاعتها تقف جنب الناس دي. بجد يعني هي مصر، يعني بجد في الحاجات دي ما شاء الله عليها. بس يا حكومة، يا حكومة مصر، يا مصريين، يا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم الحكومة تبص للشعب. الشعب بتاعك بيموت من الجوع. الشعب بقاله مدة لا بياكل لا لحمة ولا فراخ ولا بيض. الأطفال ماتت من قلة الجوع. الكبير بيستحمل، لكن الطفل ذنبه ايه؟ مش لاقيين أي معاناة للبلد ليه؟ احنا برضو أولى من الناس اللي بره. يعني انت المفروض تراعي هنا وتراعي هنا. واول حاجة اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. واحنا شعبك، واحنا اهلك، المفروض تراعينا. ولازم تشوف الشعب بتاعك، ولازم الكل ياكل ويعيش. حرام الناس تموت من قلة الجوع، واحنا داخلين على ايام صيام، يعني هنموت من الصيام ومن الاكل. حرام بجد والله العظيم. على العموم انا بصراحه يعني انا مع، يعني المفروض الناس، الحكومه تراعي الشعب اكتر من كده، واعتبرونا في كوارث. مفيش كارثه اكتر من الجوع. وتبص لشعبك كويس، وتبص للشعب مصر كويس، وشوف الناس عايزه ايه. وانا مش ما عادش عندي كلام اقول اكتر من كده، لان انا كل فيديو قلبي بيوجعني والله. وحرام كده اللي بيحصل ده. وتعالوا بقى نشوف الصينية الاقتصادية السهلة دي احنا عملناها ازاي. يلا حبايبي، نعمل مع بعض صينية بطاطس بالخضروات بأقل التكلفة، من غير لحمة ولا فراخ. بس احنا كان عندنا هنا كم قطعة بانيه. هنحطهم بس في الزيت يلمعوا كده، مش هنسويهم كده. هنسويهم يعني ايه؟ هنسويهم كده دقيقة كده في الزيت كده، علشان هنحطهم بقى ايه على صينية البطاطس. كأننا بنحط ايه كأننا بنحط وراك فراخ كده في صينية البطاطس او لحمة. يعني اقل حاجة يا حبايبي عندنا بنعملها. بس احنا بنحمر كده في الصينية، نحمرها كده ايه دقيقتين كده، تشرب بس زيت، علشان اما نحطها على الصينية تبقى تتحمر على طول على وش الصينية في الفرن كده يا حبايبي. معانا هنا الخضروات، معانا بطاطس، معانا جزر، معانا طماطم، فلفل مقطعينه، معانا شرائح بصل كده وتوم، ومعانا البهارات، معانا مكعب ماجي، معانا فلفل اسمر، معانا كزبرة، معانا شطة، معانا زعتر، معانا بهارات فراخ. البهارات دي يا حبايبي دي هنحطها على البطاطس. هنشيل بقى دولا ونحط ايه، ونحط البصل بعده.
شفتوا حبايبي احنا حطينا البصلة والثومة، وهنضيف عليهم مكعب الماجي ده، نضيف عليهم مكعب الماجي علشان نتخيل بقى ان احنا بناكل بطاطس في قلبها لحمة او فراخ. والبهارات معانا يا حبايبي: زعتر، فلفل اسمر، كزبرة، شطة، ملح، بهارات الفراخ عشان تدي طعم الفراخ معانا كده. نقلب بقى كله مع بعضه كده، نقلب كده. احنا ايه حطينا البصل والثوم والبهارات مكان ما حمرنا البانيه. احنا خدنا البانيه 50% كده سوا علشان هنحطه فوق صينيه البطاطس واحنا بندخلها الفرن، يبقى متحمر كده ومقرمش ايه على الصينيه. هنضيف بقى ايه، هنضيف البطاطس، هنضيف كده البطاطس والخضروات دي كده. الخضروات دي جزر، طماطم، بطاطس. هنضيف البطاطس الاول كده تحت، والطماطم كده فوقيها كده. حبايبي صينية بطاطس بقى بالخضروات، ما شاء الله ما شاء الله. يلا حبايبي كده بأقل طريقة نعمل صينية بطاطس. احنا ايه مقطعين بقى مقطعين اللحمة والفراخ والغلا اللي احنا فيه ده، واحنا بنعمل صينية خضروات كلها فيتامينات اهي، كلها فيتامينات. وهنحط عليها كده حطينا البهارات والبطاطس والخضروات كده، ومعانا طماطم، معانا طماطم كده ضربنا في الخلاط كده. هنحط عليها الطماطم كده، شبشق طماطم حلو كده محترم كده حبايبي. وايه هنسيبها بقى ايه، هنسيبها كده ايه مع نفسها كده إيه ربع ساعة تتسبك مع نفسها وارجع لكم. وعملنا حبايبي، عملنا رز بشعرية اهو جنب الصينية. عملنا رز بشعرية، يعني ايه اكلة بصراحة موفرة جدا، يعني صينية كلها يعني فيتامينات. الجزر على البصل على الطماطم على الفلفل، يعني ايه مش يعني دي قمة الغذاء والله. يعني مش معقول هنسيب نفسنا نموت من الجوع. فيا رب بقى إيه الحال يمشي والدنيا تتعدل علشان الشعب. احنا داخلين على صيام، عايزين الشعب ياكل ويشبع ويحمد ربنا، والحكومة تبص للشعب كويس. واحنا في كارثة زي الكوارث اللي بتحصل بره. وما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراك عندي في القناة، واقدم لكم اسهل طريقة لصينية بطاطس، والف هنا وشفا يا رب.